مهما اخترعوا وصفات للفراخ مفيش احلى ولا ألذ من الوصفه دي. صينيه فراخ بالبطاطس بمنتهى السهوله. انا منى اشرف. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه ويلا بينا. اول حاجه هقطع بطاطس من 4 ل5 بطاطسات، وطبعا براحتكم ممكن تزودوا او تقللوا. هقطع بطاطس حلقات وخلوا السمك بتاعها ما يكونش رفيع قوي ولا سميك قوي زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هبدأ اقطعها لنصين. بجد دي من اسرع الاكلات اللي ممكن تعملوها، ما بتاخدش وقت ابدا في التحضير وطعمها لذيذ جدا. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها لغاية ما اخلصها بنفس الطريقة. هشيل بقى البطاطس في طبق وهغسل البطاطس، وهبدأ اقطع بصلتين يكونوا حجمهم كبير، هقطعهم برضو حلقات. والاكلة دي من المميزات اللي فيها كمان ان هي صحية، ما بحطلهاش اي مواد دهنية خالص، لا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. بعد بقى ما قطعت البصل هجيب الصينية اللي هحضر فيها الأكل وهضيف البصل فيها. أحلى حاجة في الأكلة دي إن هي بتتعمل في صينية واحدة، متحتاجش مواعين كتير ولا أي حاجة. هضيف بقى على البصل ملح وكمان فلفل أسود، ولو حابين تضيفوا شوية من البابريكا تمام، لكن لو عايزين تستخدموا الملح والفلفل بس هتبقى تحفة جدا. هبدأ بقى بإيدي أخلط كويس قوي البصل مع البهارات اللي حطيتها، أكنكم بتعصروا البصل كده علشان تنزل المية بتاعتها. الخطوة دي بجد هتفرق جدا. هضيف عليها بقى طماطمتين وهقطعها بالطريقة دي، أي تقطيع كده على السريع. كده تمام. هجيب بقى البطاطس اللي انا غسلاها واضيف عليها برضو شوية من الملح وكمان من الفلفل الاسود ورشة من البابريكا. وانتوا بتحطوا ملح تبقوا اخدين بالكوا، علشان بنحط ملح في كل حاجة عشان ما تبقاش حادقة معاكوا قوي، فالملح حسب الرغبة. هقلب بقى البطاطس مع البهارات اللي انا حطيتها، وحبيت اضيف نص فلفلاية كده بتدي طعم حلو قوي. هضيف بقى عليهم البطاطس. اخر بقى خطوة هجيب الفراخ وهضيف لها بقى شوية من الملح. انا ضفت نص معلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان رشة من البابريكا. وهبدأ بقى كده اخلط الفراخ مع التوابل علشان تتبل كويس قوي. كده تمام. هضيف بقى الفراخ في الصينية وهبدأ أخلط الكلام ده كله مع بعض. هخلط الفراخ مع البطاطس مع البصل مع الطماطم علشان يبقى كله أخد من بعض. ولما هاجي أرص الفراخ هدخل كده الفراخ تحت الحاجة، هتشوفوها دلوقتي هعمل ازاي. هدخل كده الفراخ تحت الخضار اللي أنا عاملاه زي ما انتم شايفين كده. هحاول أرص بالطريقة دي. هي كده تمام، جاهزة انها تدخل الفرن. هدخلها الفرن يكون سابق التسخين ودرجة الحرارة تكون مرتفعة. هغطيها الأول بورق زبدة وبعدين كمان بورق فويل. ولما تدخلوها الفرن هتسيبوها بقى تغلي أول نص ساعة مثلا، وبعدين توطوا النار شوية. ما تضيفلهاش مية، هي بتنزل المية بتاعتها. بعد ما بتشربها تبدأوا بقى تضيفوا مية علشان تكمل سواها. ولما بتلاقوها استوت بتشغلوا الشواية علشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. بجد تحفة جدا، لازم تجربوها. قولوا لي رأيكم ايه، وألف هنا.